السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده مش هديكي نصايح، النهارده هحكي لك حكايه، وهي حكايه ام محمد. ام محمد ديت ست زيي وزيك، بتصحى بدري وتفكر هتطبخ ايه النهارده. وفي يوم السوق اللي هو يوم الجمعه نزلت السوق وقالت هشتري خضار يكفيني الاسبوع كله، وفعلا اشترت طماطم وبطاطس وكوسه وباميه وخيار وجرجير وخس. ورجعت البيت وهي فرحانه جدا وقالت الحمد لله خلصت مشوار السوق. وعدى اليوم والتاني والتالت، وبعد كام يوم فتحت التلاجة لقيت الخيار دبلان والجرجير اصفر والطماطم بقت طرية وبايظة. قالت معلش هرميهم ورمته. الاسبوع اللي بعده عملت نفس الغلطة ونفس الحكاية لحد ما بنتها سألتها وقالت لها يا ماما، احنا ليه كل اسبوع بنرمي خضار؟ ليه؟ ساعتها ام محمد سكتت وبدأت تحسب، لقيت انها كل اسبوع بترمي خضار بحوالي 100 جنيه، يعني في الشهر ب400 جنيه، يعني حوالي 400 جنيه في الشهر. وال400 جنيه دول في السنة يا بنات، لو هنضرب ال400 في 10 شهور ب4000 جنيه. طيب اضربي في 12 شهر بحوالي 4800 جنيه. كانت ممكن تشتري بيهم جرام دهب او نص جرام دهب، وتقدر توفر وتحوش وتدبر من بند بسيط وهو بند الخضار الاسبوعي. تمام، مبلغ كبير جدا. وقتها فهمت ان المشكلة مش في سعر الخضار، المشكلة انها بتشتري اكتر من احتياجاتها. ومن يومها بقت تشتري على قد الاسبوع، وبقت الاستخدام الاول الخضار اللي قرب خلاص يبوظ بتبدأ ان هي تستخدمه. طيب كمان يا بنات فكرت في ناحية التفريز. التفريز يا بنات حلو جدا جدا جدا، من اول الطماطم لحد البامية لحد البسلة والجزر والحاجات ديت والبرتقان وكمان الفاكهة. اي حاجة ممكن تفرزيها دلوقتي يا بنات بتوفر عليكي هدر كتير جدا. الطماطم انت بتبقي عارفة احتياجات بيتك من الطماطم قد ايه كل اسبوع. هل انت بتطبخي كل يوم؟ هل طبيخك يوم ويوم؟ لو انا بطبخ كل يوم هجيب الطماطم، لو انا عارفة ان في 3 كيلو طماطم بيقضوني في الاسبوع، هبدأ ان انا اجيب 3 كيلو طماطم واعملهم صلصة واكيسهم. صدقوني بتوفر عليكي نص الوقت والمجهود والوقفة في المطبخ. طيب، والغريبة ان هي لقت نفسها بتوفر من غير ما تحرم نفسها. وفي اخر الشهر قالت جملة عمرها ما تنساها: التوفير مش انك تشتري الارخص، التوفير انك ما ترميش اللي بتشتريه. وانا عايزة اسألك سؤال، تمام؟ حصل معاكي كده قبل كده اشتريت خضار او فاكهة واضطريتي ان انت ترميها؟ احكي لي حكايتك في التعليقات عشان اي بنت تقدر تستفيد من حكايتك.